أنا أتحدى من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد، أتحداه أن يأتي بهذا المذهب ويبينه لنا. أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أن يبين أن الشيخ قتل مسلما واحدا. أتحدى من يقول إن الشيخ يقتل المسلمين، أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أنه يأتي إن الشيخ كفر وأحدا من المسلمين، وإنما يكفر عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين، وهؤلاء كفرهم القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه صلوات الله وسلامه ملء السماوات وملء الأرض. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال عليه صلوات الله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك أخذ نبينا عليه صلوات الله علينا المواثيق أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف ولا نخشى في الله لومة لائم. ونصيحة المسلمين مما يبتغى به وجه الله، فالحمد لله الذي أعانه على الهدى بالكتب وبالنبيين وبالمرسلين، وجعل الحق جليا مبينا. ونسأله أن يعيننا على التذكرة وعلى الموعظة وعلى النصيحة، أن نبدأ بها بأنفسنا، ثم من كان حولنا من المسلمين ومن أمة محمد عليه صلوات الله. كما قلنا وكما أمر الله أن وجب البيان ووجبت الذكرى ووجبت النصيحة، كذلك قال عليه صلوات الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. كذلك قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي أجلسنا هذا المجلس بتقدير الله ومشيئته أنه بلغنا أن أحد أشياخ الجزيرة العربية والحجاز تحديدا، الشيخ صالح الفوزان، وهو في اللجنة الدائمة في علماء السعوديين، بلغنا أنه قال يتحدى، لا أزعم أنه أرسل يتحدى أو أطلق يتحدى في الناس والسامعين والعالمين، ولكن بلغني أنه يتحدى في كل حال، يتحدى من زعم أن ابن عبد الوهاب أتى بمنهج جديد أو كفر مسلما أو قتل مسلما. فالشيخ الفوزان يتحدى في هذا، إذا كان ابن عبد الوهاب النجدي أتى بمنهج جديد أو كفر مسلما أو قتل مسلما. ثم قال الشيخ الفوزان كما سمعتم، قال: إنه ما كفر إلا عباد القبور
وعباد الأضرحة والمشركين، وأنه فعل ما نزل به القرآن والسنة وما كان عليه ما سماه هو إجماع أهل العلم. فإذا كان الذي قاله الشيخ الفوزان حمية لله ورسوله ونصرة لله ورسوله، فمن كتاب الله نقرأ: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان سبقا في تعزير نبي الله عليه صلوات الله ونصرة نبي الله، إن كان الشيخ الفوزان قال هذا نصرة لله، فمقعدنا نصرة لله، ولكن الغلبة للحق والغلبة للبينة والغلبة لمن جاء بالكتاب وما نزل به الكتاب واتبع أثر نبي الله، بمعزل عن ما سماه الشيخ ولم يكن يومها عند أصحاب نبي الله إجماع أهل العلم. ذاك يعني هذه فرية يفتريها كل زاعم، كما قال الشيخ الفوزان يعني والمشايخ السعوديين تحديدا أو السلفيين عموما حنابلة، وطبعا نحن لا نحب هذا ولا نتابع على هذا أحدا. فعندهم أن ابن حنبل قال: من ادعى الإجماع فهو كذاب. فبالتالي إن كان في الباب قرآن ونبوة فلا حاجة لا لإجماع علم ولا لغيره، فإن لم يكن في الباب قرآن ولا نبوة فلا حاجة لإجماع أهل العلم. إذا سكت الله ورسوله فماذا يفعل أهل العلم؟ وإذا قال الله ورسوله فماذا يفعل أهل العلم؟ إنما هذا مما يخوف به المسلمون والناس، ولا يعنينا بشيء ولا نحسب لمثل هذا حسابا. فالشيخ الفوزان واضح أنه يرد دعوة كانت حقا أو كانت باطلة وتكلم فيها، فهذا الذي بلغنا. لأن نقول اختصارا للشيخ الفوزان: إذا كنت تتكلم عن أن ابن عبد الوهاب أتى بمنهج جديد، طبعا أتى بمنهج جديد، أو نسألك من قبل النجدي ابن عبد الوهاب عشر النواقض؟ من قبل النجدي عشر النواقض؟ ولا حاجة للشيخ الفوزان أن يجيب، لأن الجواب معلوم، لم يعشرها أحد قبل النجدي. فتعشير أصل من أصول الإسلام، الإسلام الكفر والإيمان، فأي كلام في هذا تأصيلا وإحصاء وتعدادا هذا فيه بدعة. كما بدأنا الكلام قال عليه صلوات الله: كل محدثة بدعة. فمن عظيم ما عليه النجدي ابن عبد الوهاب وعرف به ولأجله يدافع الفوزان أنه كفر أو قتل، وما فعل هذا بعد تعشير النواقض. فتعشير النواقض بدعة، اللي هو هذا نسميه المنهج الجديد، من لك بهذا. ثم زعم النجدي أن ما قاله إجماع أهل العلم، فهذا أصلا سيسمعونه بإذن الله قريبا بالتفصيل. ولكن لو كان إجماع أهل العلم فلما فعلته أنت ونسب إليك؟ حين يقول الفوزان: هل أتى ابن عبد الوهاب بمنهج جديد؟ فنسأله: إن لم يأتي بمنهج جديد فلما ينسب منهجه إليه؟ اليوم السلفية والنجدية والوهابيون يسمون بالوهابيين، فإن كان المنهج مقلدا ومتبعا فبالتالي لما سمي على اسم الرجل؟ فواضح ما سمي باسمه إلا أن كان فيه شيء لم يكن من قبل، وإلا لكان شافعيا أشعريا حنبليا حنفيا ظاهريا باطنيا أيا ما كان. إنما إذ نسب إليه هذا يعني أنه هو المبتدي ولم يكن فيها مقتديا. وكما قلت لك ما قاتل الرجل ولا قتل الرجل كما قتل على تعشيره لما افتراه بما سماه النواقض ولم يكن من قبل. حتى لو قلنا له لو وجدت واحدة عند فلان واثنتين عند فلان فجعلتها لك 10، أنت مبتدع. أنت جمعت 10 كانت عند فلان 1 وكانت عند غيره 2،
كيف صارت عندك 10؟ واضح أنك فيها صاحب منهج لا نقول جديد، مبتدع مفترى. فإذا سأل الشيخ الفوزان على المنهج، هذا هو الكلام في المنهج. الثانية إذا قال هل كفر أحدا من المسلمين، أنا أتحدى إذا كفر أحدا ايتوني بأحد. يعني ماذا يريد الشيخ الفوزان؟ يعني نأتيه قبل 200 سنة نذهب نفتش بالمناقيش في نجد وقبائلها وأطرافها وصحاريها، إن وجدنا فلان ابن فلان كفره النجدي ولا قتله بعينه. هذه كما يعني علم هذه دعوة عريضة، وهذا من باب إلزام الخصم بما لا يطيق الخصم، وهذا من التعجيز وهذا من الإعجاز. ولكن نقول له في عهد نبي الله عليه صلوات الله قتل في عهده أو قتل بعض أصحابه من الناس مسلمين بغير قصد أو بقصد، وهذا معلوم. فمن قتله بعض أصحاب نبي الله بغير قصد برئ نبي الله من عمله، كما فعل خالد سلام الله على خالد، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد في بني جذيمة. كذلك لما قتل بعض أصحاب نبي الله عليه صلوات الله محلم، قتل مسلما كان قاصدا بعدما شعر المسلم شعيرة الإسلام، فقال لأصحاب نبي الله السلام عليكم إني مسلم، فقتله ووداه نبي الله، ودى القتيل وبرئ من القاتل. فإذا كان في عهد نبي الله عليه صلوات الله وهو من هو محاط بالولاية والرعاية من السماء والملائكة في الأرض ورحمة الله به، إذا كان في أصحاب محمد عليه صلوات الله من كان في هذا من أمره ما كان. الآن يزعم فلان الشيخ الفوزان أو غيره أن النجدية إذ عدا على أنجاد نجد وعلى أطرافها وعلى أغوار نجد وعلى أطراف العراق لم يقتل مسلما قط، لا بقصد ولا بخطأ ولا شيء. كان هذا في عهد نبي الله، يعني قتل ناس بخطأ حتى من المسلمين، ولكن في عهد كما يزعم الشيخ الفوزان في عهد النجد على مدى 50 سنة. هذه مهمة. النبي قاتل على مدى إلى 10 أعوام، قتاله عليه صلوات الله في 10 أعوام. قتال النجدي ابن عبد الوهاب في 50 سنة، رجل في 50 سنة كان يقاتل 40، يعني 4 أضعاف. هذا مثلا عهد نبي الله في الناس. فكان في عهد نبي الله ما كان، أما في عهد النجدي ما كان هذا. فوجب على الفوزان أن يقول لزاما كان في عهد أبي بكر. أبو بكر سلام الله عليه قال وددت أني لو لم أحرق فلانا. كذلك علي عليه صلاة الله وسلامه حرق ناسا من السبائيين، وقالوا أن الصواب ما قال ابن عباس أنه لا يجوز التحريق، أن نبي الله قال لا يعذب بالنار. لم الصواب ما فعل أمير المؤمنين علي، لأن عليا سلام الله ما عذبهم بالنار، هو قتلهم بالنار، وعلي أعلم من ابن عباس. وهذه أمور لا تفوت أمثال علي ومن كان مع علي كالأخيار والصالحين. فنضيف له للشيخ الفوزان هذه شيخ صالح، هذه في كتاب شيخك ابن عبد الوهاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. هذه الرسالة التي كتبها بعدما ارتد أهل حريم. لا طبعا الشيخ الفوزان أعلم بهذا، يعني لما الشيخ الفوزان كان يدرس هذا كان كثير منا لم يطلع على هذا بعد، فهو يعلم الشيخ لما كتب ابن عبد الوهاب كتابه مفيد المستفيد بعدما ارتد أهل حريم. لا، وكان الشيخ يومها في العيينة أو العيينة، وكان من الأمر ما كان، فكفر ناسا من أطراف نجد. ولكن الشيخ الفوزان قال لك هو ما كفر مسلمين، هو كفر عباد القبور. والآن يعني كذلك سيتبين أنه في خلط،
وأحد الشيخين أو كلاهما وقع في الخطيئة الكبيرة. ففي كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد بيقول الشيخ النجدي ابن عبد الوهاب، هو هذا كتابه كتبه ليبين حقه في تكفير المعين، أنه إذا كفر معينا من المسلمين لم يكن بذلك مبتدعا، فهذا أمر سبقه إليه كل الصحابة وكل الأعيان كما يطلقها الشيخ ابن عبد الوهاب. مثل هكذا بيقول ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر تكفيره، يعني على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. هم قالوا لما لم يتوبوا لما فهموا من هذا حل الخمر لبعض الخواص. استمع يا شيخنا شو بيقول الرجل، بيقول مثل إجماع الصحابة في زمن عمر، هذا يعني عمر فمن دونه عثمان علي وسم من شئت من الأخيار، فيهم كذلك السبطان وفيهم أزواج نبي الله المعلمات الكريمات. هذا كله كان إجماع في زمن عمر، إجماع الصحابة على تكفير قدامة بن مظعون. قدامة للعلم، طبعا الشيخ صالح يعلم من قدامة بدري من أصحاب نبي الله، من البدريين، كان من عمال عمر بن الخطاب على البحرين، وهذا منه هذه له شهادة كفية. إذا عمر استعمل أحدا، كيف اليوم بيقول لك إذا ابن معين أو ابن أبي حاتم أو البخاري وثق فلانا فقد جاوز القنطرة، هكذا. فإذا عمر استعمل أحدا فقد جاوز القنطرة، رغم أنف الراغمين. فقدامة ختن عمر، يعني أخو امرأة عمر. فقدامة شرب خمرا وشهد عليه وثبتت عليه واستخدمه عمر وجلده عمر. ابن عبد الوهاب بيقول إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا، يعني أن ابن عبد الوهاب أطلق أن الصحابة كفروا ابن مظعون تكفيرا معلقا إذا لم يتب، يعني هو أطلق التكفير، يعني ابن مظعون كافر إن لم. هو بيقول الصحابة أجمعوا على كفر قدامة ابن مظعون إن لم، معلق، إنما إجماع على التكفير. وتكفير من؟ بدري من أصحاب نبي الله على نبي الله صلوات الله. فأول المسألة أن هذا من ابن عبد الوهاب لا نقول هجوم وعجالة، افتراء عريض، لأن الهجوم يكون في المسائل المطالة، إنما مسألة يزعم فيها إجماع أصحاب نبي الله على تكفير صاحب بدري، هذه لا يقال فيها عجالة ولا زلة، هذا بغي، هذا عدوان، هذا بغي وعدوان على أصحاب نبي الله ابتداء، على قدامة ابن مظعون ثم بعد هذا، وعلى من تقبل هذا. كل مصادر المسلمين خلت مما زعم الرجل، ما في شيء من هذا الكلام. ليه بقول هذا الكلام للشيخ الفوزان؟ هو بيقول لك كفر أحدا من المسلمين، كفر قدامة ولو كفرا معلقا. مين هذا؟ من هذا الذي يجرؤ أن يكفر أحد أصحاب نبي الله بعينه؟ ما هو هذا اللي يريده. هذا الكتاب كله مفيد المستفيد لتكفير المعين ولو كان بدريا، هو هذا، يعني طالب بهذا أنه حتى الصحابة كفروا معينا، ولم يكفر الصحابة ورب محمد ورب أصحاب محمد ما كفروا قدامة إجماعا ولا فرادة، ما كان ولا عمر كفره. في رواية عن غير قدامة عن ناس في الشام شربوا خمرا ثم جاهروا بها استحلالا،
وقالوا أنها حلال وبدأوا يشيعون، فهدد عمر وعلي أنهم يستتابون أو يقتلوا، وهذا لا يقتضي التكفير. الاستتابة أو القتل قد تكون حدا وليست ردة. ما زال الرجل المستحل متأولا، إن كان متأولا يقاتل على تأويله ما زال متأولا. ففي هذا قال عمر وعلي بالاستتابة أو القتل في الشاميين، ولم يقولوا في قدامة ما قالوا، بل لما جلد عمر قدامة نام عمر بعدها في قدومه من الحج، فرأى في المنام من يقول له صالح قدامة إنه أخوك، فصالحه وأرضاه. فأين كان هذا وعمر يعني عمر في الروايات المعلومة تريث في جلد قدامة، تريث في جلده. يعني لما قال القائل إن قدامة شرب، قال من معك؟ قال أبو هريرة علم هذا، فقال عمر لأبي هريرة رأيت؟ قال ما رأيته يشرب، رأيته سكران يقيء، ما رأيته يشرب، رأيته سكران يقيء. فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة، يعني هذا تنطع، إما شرب أو لم يشرب، هذا كلام أمير المؤمنين. ولكن زيد على هذا، فسئل من سئل فاستقدم عمر قدامة فقال لقدامة شربت؟ قال وإن شربت ما كان لك أن تجلدني. قال بما؟ قال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال له قدامة إحنا بهذا مؤمنون وليس علينا شيء ولو كان. قال عمر أخطأت، لو كنت فيها قال الله إذا ما اتقوا وآمنوا، أنت ما اتقيت ولم تقم بشرط الآية حين شربت الخمر بعدما نهى الله عنها. ثم ذكره ابن عباس بهذا، ثم جلده أمير المؤمنين بعدما كان مريضا وتأخر عنه أمير المؤمنين، فتأخر عنه لأنه يعني في الكفر، وكان قدامة على ما كان عليه، وقال قدامة وأدلى بحجته. المهم في الباب لم يقل أحد قط أن أصحاب نبي الله أجمعوا على تكفير قدامة. من أين أتى بهذا؟ هذا الهجوم، وأوله كذب على أصحاب نبي الله بتكفير أن أصحاب نبي الله كفروا بدريا من المسلمين. ثم في يعني حيث يعتمد الشيخ في المغني نحيله عليها. طبعا احنا لا قلنا لكم يا اخوان لا نحتج بعد الله ورسوله وما كان عليه أصحاب نبي الله بأحد البتة يعني، ولكن نحيله على ما يعتد به. في المغني لابن قدامة بيقول وقد روي هكذا حرفا أن قدامة بن مضعون شرب الخمر مستحلا لها. هذا في نواقض النجد العشرة. الاستحلال كفر، ولا هنا بيقول لك هو قال مثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما كانوا عليه. فابن قدامة بيقول، وابن قدامة قبل النجدي وقبل الشيخ الفوزان، هذا رجل قبل 800 سنة بالراحة أو 800. وقد روي أن قدامة بن مضعون شرب الخمر مستحلا لها. والاستحلال عند الأشياخ اليوم تحديدا النجديين وأمثالهم كفر. من استحل حراما معلوما كفر. الأصل أن يقول استحله غير متأول، استحله عنادا وجحودا. لما استحل تأولا، وهذا اللي فعله قدامة. إنما ابن قدامة بيقول صاحب الكتاب يعني كتابه المغني مستحلا لها فأقام عمر عليه الحد ولم يكفره. هذا نص ابن قدامة. كذلك ذكر في ذات الباب ابن قدامة جماعة من الشام استحلوها، ما بيكون شربوها، استحلوها ولم يكفروه. فلما يقول الشيخ النجدي إجماع الصحابة على تكفير، هذا أدناه كذب، وفوقه الافتراء والهجوم والبغي والعجالة. ويبقى حق قدامة
صاحب نبي الله في رقبة هذا الرجل، يأتيه يوم القيامة يقول له مين قال لأنه أصحاب نبي الله أجمعوا على تكفيري، إن لم من أين أتيت بها؟ جيد. كذلك قال ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق، لا هو كان بيتكلم عن إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة، نفس الكذبة، وهذا لم يكن. مين اللي يرده؟ الشافعي. في مذاهبهم الشافعي أبى وخاصم وقاتل أن من منع الزكاة لم يكن كافرا، غير المرتدين من الذين ارتدوا إلى الكفر. هذا من أقوال الشافعي كذلك في بابهم. فالكلام الآن للشيخ الفوزان قال عليه صلوات الله: من كفر مسلما من قال لمسلم يا كافر فهو كقتله. فإطلاق الكفر في أحد هو كقتله. والكلام يطال ابن قدامة ابن مضعون ويطال أصحاب النبي الله، حقهم أن يأتوه جملة واحدة يقول للنجدي: كيف تفتري علينا الكذب؟ متى أجمعنا على تكفير فلان من أصحاب نبي الله؟ كان واحدا منا فعل أو لم يفعل. كذلك قال الرجل: في ختامها قال ابن عبد الوهاب: ما كفر إلا عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين. للعلم إخوانا للسامعين جميعا، لما يقول الفوزان أو النجدي المشركين هو يقصد المسلمين المخالفين. المسلمين المخالفين له هؤلاء هم المشركون، لا يتكلم لا عن اليهود ولا النصارى ولا المجوس. نجد والعارض وحرملاء والعيينة والدرعية وما كان حولها والرياض، هذه ما كان فيها لا يهود ولا نصارى البتة. فالرجل إذا قال لكم المشركون يتكلم عن خصومه من علماء المسلمين شوافعة وأحناف ومالكية، هذول هم المشركون الذين يتكلمون عنهم. سأتيكم بزيادة على هذا. فبقول لك كفار هو كفر عباد القبور. في نص في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، يا طبعا الشيخ الفوزان يعلم هذه المصادر أكثر منا ومن من الناس، أن الشيخ النجدي بيقول ويدفع عن نفسه تهمة، بيقول: نحن لا نكفر المسلمين، نحن لم نكفر الذي عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني وبدوي وأمثالهم، فكيف نكفر المسلمين؟ فالنجدي يقول أنه لم يكفر من عبد الصنم. عبد الصنم ما بيقول اللي طاف بالقبر، وما بيقول الذي عبد القبر. النجدي قال من عبد الصنم الذي على قبة أو قبر الجيلاني أو البدوي. فهو بيقول كفر عباد القبور، والنجدي بيقول ما كفرت عباد القبور، والنجدي بيقول كفرت عباد القبور. والنجدي مضطرب فيها وأخذت عليه، وقالوا هذه زلة كانت من النجدي. ما كانت زلة، وإذا كان الوقت نقول للناس: إما أن تقولوا إنه كان مخطئا فتتعذروا له فيسألكم من قتلتموهم لما لم تتعذروا لنا كما تعذرتم لشيخكم، وشيخكم كان معلما وكان المقتلين جهالا، فتعذرتم للعالم المعلم ولم تتعذروا للجاهل. بيقول لك لم نكفر الذي عبد الصنم. ومن الذي لا يكفر الذي عبد الصنم؟ هات لي مين من المسلمين الأشاعرة وحمق المسلمين مين بيقول أن عابد الصنم لا يكفر؟ مين قال هذا؟ فإن قلت إن كان عابدا جاهلا فبالتالي ماذا بقي للنجدي من الذين قتلهم اللي بسميهم المشركين عباد الأضرحة؟ ثم قال بالآخر وأنه هو فعل ما كان في القرآن والسنة. ورب الأنبياء يا شيخ الفوزان، والكلام لكل سامع من المسلمين، وقصدي بهذا الكلام أن يسمعه الملأ الأعلى قبل أهل الأرض نصيحة وحرصا على البلاغ وحرصا على بقية أمة نبي الله عليه صلوات الله، أنني مررت على جملة
مقولات النجدي فيما قال وكتب وادعى وزعم وافترى أنه ظن أنه أتى بالآيات حججا له، وظن أنه احتج بالسنة، ولم يكن كذلك. كما اتهم خصومه الأشاعرة يأتون بآية فيقول لهم بعيدة عنكم، هذه ليست حجة لكم، ولم تكن حججه حججا. فإذا زعم الرجل هذا الزعم أبطلناه، والأيام إذا شاء الله كفيلة بإسماع من تسمع. فيا شيخ الفوزان، إذا أردت لها تحديا هذا المجلس لتعلم أننا حين نحسن الظن بأحد من المسلمين نقول ما قعد هذا المقعد إلا نصرة لله ولرسوله. فمثل هذا المقعد قعدنا نحن، هذا المقعد نصرة لله ولرسوله. وإذا كان منك تحديا سنقعد ونبين، وقعدنا وبينا بحمد الله، ولكن بقي أن يسمع الشيخ الفوزان وأن يسمع الوهابيون والنجديون. أنا كنت أقول لكم ما تقول عنهم وهابيون، لأنهم يعني بيقولوا لسنا وهابيين إنما نحن أهل سنة، ولكن وجدت أنهم يفخرون بهذا الاسم. ابن باز مثلا يفخر بهذا الاسم ويقول نحن وهابيون، وتكتب بهذا يعني عن أشياخهم، فهم وهابيون إذا هم قالها وارتضاها، كما يعني قال الكتاب عن قوم عن الذين قالوا فسماهم بما قالوا. فهؤلاء اليوم يسمون أنفسهم بالوهابيين، نسميهم بالوهابيين إذا ارتضوها لأنفسهم. فسيسمعها كل هؤلاء السلفيون والوهابيين والنجديين ومن كان على طريقتهم وشاكلتهم في نصرة رسول الله، أن الرجل بغى وعده وابتدع وفعل ما لم يكن من قبله وقعد لما لم يكن من قبله. وفي ختام هذه النصيحة أقول أن الأمر منوط محمل على كواهل ولاة الأمر في بلاد الحرمين وفي الجزيرة أن يتبينوا حال الأشياخ الذين حولهم. يعني أنا ظني أن جملة الملوك السعوديين والأمراء السعوديين لا يعلمون فصل ما قال النجدي في سطوره، ما قعدوا لها. يعني هم يظنون أن الرجل دعا إلى التوحيد، هكذا هم يظنون أن الرجل دعا إلى التوحيد وحارب الشرك والقبور والأضرحة، هكذا يظنون، كما فعل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هكذا يظنون الرجل. إذا رجل اسمه عثمان ابن معمر أو معمر أنا لا يعنيني، هذا من الذين نصروا ابن عبد الوهاب النجدي أيام بغيه وعدوانه، أولا على السنة ثم على من حوله من الجهال والعصاة والضلال والمبتدعة. هذا الرجل نصره كما نصر اليوم في ملوك سعوديين ينصرون هذا الظن وهذه الرسالة أن رجل يدعو إلى التوحيد. فعثمان كذلك، هذا كان في العيين أو العيينة، نصر الرجل وقال أنا لا أعرف لا ابن تيمية ولا ابن قيم الجوزية، فهو ظن أن الرجل يعني يدعو إلى التوحيد فأنا معه. فظننا كذلك أن ملوك السعوديين وأمراءهم يظنون أن الرجل يدعو إلى التوحيد. فهذا الحمل على أكتاف ولاة الأمر في الجزيرة أن يحجروا مقالة هذا الشيخ، وإن كانوا يريدون نصرة الله ورسوله فبكتاب الله وأحاديث نبي الله ينصر الله ورسوله. كنت ناصرا الله ورسوله انصره كما نصره الأخيار قبل أن يولد النجدي. كيف نصروه؟ بكتاب الله وبقية نبي الله عليه صلوات الله في الآثار والحكمة والسنن. هو لا ينصر الله ورسوله إلا بهذا الرجل وبنصرة هذا الرجل البتة، ما كان هذا من قبل. واضح أخواننا؟ فالفصل لازم، يعني الحق يقال حتى لو علم أن الحكومة السعودية كانت وراء نشر هذا المذهب، هذا لا يقتضي أنهم على مقالته وأنهم يعلمون مقالته، وهذا معلوم. يعني كثير من الأمراء ليس من أهل العلم،
أو جل أمراء وملوك السعودية ليسوا من أهل العلم، هم من أهل الملك، هم من أهل الملك، بالتالي يظنون أن الرجل يدعو إلى التوحيد هكذا إطلاق، إنما قد نصحنا، والدين النصيحة، والنصيحة أن يكف هذا الرجل، وأن إن كان توحيدا فكتاب الله التوحيد والنبوة التوحيد، وكان التوحيد قبل أن يولد جده العشرون لا ابن عبد الوهاب، فبالتالي هذا زعم عريض لا حاجة لهم به. شاهد هذا أن التنظيم فرط الله عقده وخرزاته وأركانه وفصوله، ما يسمى تنظيم الدولة، داعش، أيا كان هذا، الآن أصله على نواقض ابن عبد الوهاب، أصله ابن عبد الوهاب. وحتى يعلم أن الحكام السعوديين لا يعلمون هذا الكتاب، أن الدواعش اليوم يتوعدون الحكام السعوديين بالذبح، فلو كان هذا من هذا فبما يتوعد هذا كان هذا ابن هذا فبما يتوعد. فالداعش النجدي يا أخوانا، الداعش بيكتب نواقض العشرة. ابن لادن في كهوف في أفغانستان كان حافظ النواقض العشرة كما تحفظون الوصايا العشرة من سورة الأنعام هكذا. ولما كان يتوعد ملوك السعوديين كان يتوعدهم بهذا. واليوم الدواعش يتوعدون ملوك السعوديين وملوك الشام وملوك الأردن والعراق ومصر وكل أطراف الأرض وكل مسلم بنواقض النجد. هم على هذا اليوم الدواعش يقتلون النصرة بالنواقض. فبالتالي تهديدهم لحكام وملوك وأمراء السعودية من هذا، وهذا منها تذكرة لملوك السعوديين أن يتحملوا حمل هذا وأن يعينوا المسلمين على دفع شر هؤلاء. وإن أراد ملوك السعودية أن ينصروا التوحيد فنعم كتاب التوحيد القرآن، ونعم داعي التوحيد محمد عليه صلوات الله ورب الأنبياء. ما خلق الله رجلا جمع له بلاغ التوحيد كما كان عند محمد عليه صلوات الله، لا ورب الأنبياء ما كان. أوتي جوامع الكلم وجمع له العلم وجمعت له النبوات. كل اللي كان عند نوح وعند إبراهيم وعند عيسى بن مريم كان عند نبينا عليه صلوات الله، علما ودعاء وبلاغة. هذا النبي، فمن أراد فعليه بها. يعني أختصر بهذا في كتاب التوحيد للنجدي، يعني كأن القرآن ما أتى بالتوحيد. فقلنا لهم، أنا الآن بقول لهم إن أردت فبالسنة، أن أبا بكر ابن خزيمة أحد علماء السنن ومدوني السنن، ابن خزيمة معلوم علم في الباب، له كتاب اسمه التوحيد. ها قد كتب كتابا في التوحيد، انظر في كتابه، كتابه كتاب يعني بنسموه القطع العريض، القطع المتوسط، يعني قريب من كتاب النجدي أو بضعفين أو ثلاثة. كم حديث في كتاب النجدي وكم حديث في كتاب ابن خزيمة؟ زيادة على 600 حديث عند ابن خزيمة. فكتاب التوحيد لابن خزيمة سرد أحاديث الباب، سرد الأحاديث، وليس قولا ولا رأيا ولا تشهيا ولا افتراء ولا زيادة على الكتاب والنبوة. فإن كان لابد فبالسنن، فإن كان لابد فبالآيات. ألا يكفيه ما قال إبراهيم في التوحيد؟ وسنأتي عليها. هذا يا أخواننا، هذا كتاب اسمه القول المفيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين. طبعا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب النجدي شرح قريبا من 13 شرحا. يعني الشيخ العثيمين بيعرف أن فلان من الأعيان شرحه، فلما شرحته؟ لما شرحت؟ والكتاب لا يستحق هذا رجل من الناس كتب كتابا، ليه تشرح؟ 13 عالما يشرحون كتابا لفلان، فيه شيء. طيب اسمع ماذا قال الشيخ العثيمين، حتى هذه رسالة يعني من قبل النصيحة من الملوك والأمراء. بيقول ابن العثيمين، طبعا هذا هو يدندن بدندنة
ابن عبد الوهاب. طبعا كلمة الدندنة الألباني بتسمعوا عند الألباني كثير، السلفي هذا بيقول لك يدندنون بها، والكلمة قح فصيح، يعني النبي قال لفلان حولها ندندن. جيد، بسند ثبت. قال ابن العثيمين: من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين، يعني غير السلفية وغير الوهابيين وغير النجديين، يركزون على توحيد الربوبية، وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب. لكن هو بيقول: وإن كان يوجد من ينكر الرب، يعني هذه جملة معترضة، لكن ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة. فهذا من أين أتانا هذا الكلام؟ من أين هذا؟ هذا كلام النجدي، هذا كلام النجدي تحديدا وتعيينا. قال ابن العثيمين: ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد اللي هو بسميه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، حتى نخرج إليه هؤلاء المسلمين، يعني نخرج هؤلاء المسلمين إلى هذا التوحيد الذين يقولون بأنهم مسلمون وهم مشركون. هذا ابن العثيمين، وهذا رجل يعني ممن، يعني لك أقول هيك، يعني والله لو وجدت كلمة أحسن منها لا قلت بها، اللي هي يعني الرجل مخفف، يعني هو نجدي مخفف، يعني كيف بيقولوا فلان يعني عولج أو هذب، أيوة وأنا أريد هذه مهذب، يعني هذب من كثير من أدرانها وبغيها وشططها للنجدية، فالرجل يعني مهذب، هذب وشذب. هذا بعد التهذيب والتجذيب. هذا ابن العثيمين محقق أصولي، الرجل أعلم من ابن عبد الوهاب. ابن العثيمين أعلم بكثير، بأشواط من ابن عبد الوهاب، مع ذلك بعد التهذيب والتجذيب بيقول هذا الكلام. فبالتالي إذا سألنا الفوزان قال إن كفر مسلما، فهو الفوزان اختصارا بيقول: ما قتل النجدي ولا قتل الدواعش مسلما ولا كفروا مسلما، لكنكم كنتم كفرة قبل أن يكفروكم وقبل أن يقتلوكم. يعني الفوزان والنجدي وابن العثيمين بيقولوا: ما قتلنا ولا مسلم، إنكم كافرون. هذه مقالة الدواعش اليوم. من أين أتوا بها؟ المهذب المشذب. الرجل بيقول أنه أنتم كفار، ما كفركم الرجل، أنتم كفار. هذا بإذن الله يعني قعدنا مقالة الشيخ الفوزان قال هذا. فالشيخ الفوزان إن كان التحدي أردت بها وجه الله ومرضاة الله، فاعلم أننا قعدنا مثل هذا المقعد ولا ربما أشد، وظهرنا وسندنا إلى ما هو أشد، إنما تستند إلى مقالات رجل هلك ومقالات رجل ظن وتخرص وشهدتم عليه بالخطأ والبغي والابتداع والزيادات، ونستند إلى مقالات السماء، إلى الكتاب والنبوة. إذا قعدنا وحين ستسمعون لن أقول لكم مقالة فلان إلا أنكم أنتم تحتجون بفلان، إنما حججنا عليكم مقالات الأنبياء ومقالات المرسلين من نوح إلى محمد عليه صلوات الله. وعلى هذا الذي كان عليه نبي الله سينزل عيسى عليه صلوات الله. فالشيخ الفوزان إن يكتب الله لنا ولك عمرا تسمع، وأنا أسأل الله لي ولك هداية السبيل ورشاد السبيل، وإن كنت صادقا في زعمك ودعواك، فإن بلغتك مقالتي هذه وما كان وراءها من تفصيل في الرد والبيان على ذاك الرجل النجدي فلا تعاجل، لعل مقالة حق جاءت من حيث لا تحتسب. فإن كتب الله لنا ولك عمرا فتريث وتسمع، والأيام بيننا وبين المتسمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.